ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راح ادفع مصاريف الجامعه، وللاسف يعني مصاريف الجامعه زادت. كنت بدفع السنه اللي فاتت 2024 كنت بدفع 1000 يورو، دلوقتي من 2025 هدفع 1200 يورو. فرايح انا وبريست. Hello, it's Reset again. So the plan for today is to go to Mustafa University to pay his fees, and then we will go to my university because I need to print some document for my scholarship. So I don't know if you know, but I am an exchange student and my scholarship will end soon. So I need to prepare some documents. Yep. طيب يا جماعه، اول حاجه بتقول لكم ان احنا هندفع المصاريف الاول، مصاريف الجامعه بتاعتي. بعد كده هروح الجامعه بتاعت بريست عشان هي خلصت المنحه بتاعتها وعايزه تاخد الورق والحاجات بتاعتها. اول حاجه عشان تدفع مصاريف الجامعه بتبعت لك لينك. دفعت انا 1200 يورو اول حاجه. بعد كده لازم تدفع الاوها، بيبقى معاك كارت الجامعه، بيبقى عايز تجدده، فبتيجي هنا تحط الكارت بتاعك. هدفع 24 يورو عشان اجدد الكارت بتاع الجامعه. هدفع الاوها زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين هو بيقول لي المفروض تدفع 24 يورو 70 سنت. هدفع الكارت بتاعي. Now preset you will speak Deutsch. 1, 2, Polizei, Dia, Ganadia, 5, 6, Alteger, 7, 8, Gute Nacht! Who tell that I cannot speak German? But I cannot speak German. But this song for kids. It's not for kids. يا جماعة رايحين MCI. كلية MCI. دلوقتي يا جماعة احنا بندور على المكتب. بريست خلصت المنحة بتاعتها وعايزة تاخد الورق بتاع المنحة. Here's my signature. I already finished my courses. Do you finish your scholarship? Yep. Congratulations بريست. لو انت عايز يجيلك قبول بسرعة في أي جامعة في النمسا، قدم بالألماني. يعني لو انت مقدم باتشولر أو ماستر، لو انت مقدم بالألماني ففرصة قبولك هتبقى أسهل بكتير من واحد مقدم بالإنجليزي. لو انت عايز تطبع أي حاجة في الجامعة، أحسن حاجة ليك تشتري الكارنيه ده ب5 يورو، بيكون في مكتبة الجامعة. تقدر ان انت تطبع أي ورق، بيكون أرخص ليك من أي مكتبة بره. هنتكلم برضو النهاردة عن الأوراق المطلوبة والتوثيقات وكل ورقة عشان تقدر تقدم على أي جامعة في النمسا. أول حاجة، لو أنت عايز تقدم بالألماني أو عايز تقدم بالإنجليزي. لو أنت عايز تقدم بالألماني، أول حاجة ممكن تقدم على ماستر أو ممكن تقدم على باتشولر. لو أنت هتقدم على باتشولر لازم يكون معاك شهادة الثانوية العامة، وتاني حاجة يكون معاك الأتسفاي، موثقين خارجيه وسفاره، وتبدا ان انت تقدم على اي كليه في النمسا عادي. تاني حاجه، لو انت تقدم على ماستر لازم يكون معاك شهاده البكالوريوس وشهاده بيان الدرجات وشهاده الاتسفاي، هتكون موثقهم خارجيه وسفاره. بعد كده تقدر ان انت تقدم على اي جامعه من جامعات النمسا ويجي لك القبول في اسرع وقت. لان لو انت مقدم بالالماني القبول بيكون اسرع طبعا لو انت مقدم بالانجليزي، لان عدد المتقدمين في اللغه الالمانيه بيكون اقل كتير. نصيحه لاي حد، تعالى بالالماني، وكده كده الجامعه بتديك 3 سمستر تقدر انت تخلص فيهم اللغه الالمانيه. يعني معاك سنه تقدر انت تدرس هنا الماني، تقدر انت تشتغل برضو. وبرضو في ميزه كويسه هنا، اجازه الصيف ممكن تقدر تشتغل فول تايم 3 شهور
وتبدأ برضو يكون معاك فلوس كويسة تقدر انت تحوش مبلغ كويس. Yeah, we are going now, Preset. Now we are hungry, so we want to take matcha. ماتشا. يا جماعة رايحين نشرب ماتشا. The same place, huh? Yeah, because that's the best. The best place for matcha and croissant. زي ما انتم شايفين يا جماعة ناس كتير وقفوا برا جاية تشرب منها ماتشا، فاحنا واقفين في الكيو، واقفين في الطابور عشان ندخل جوه. Why a lot of people is coming Because this is the best place for matcha. for matcha. طلبت كيكة بالبيستاشيو وماتشا. وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. Yeah, so guys, we already finished to record many videos of Mustafa channel. So if you like or enjoy the content of it, subscribe. Also follow him in Instagram account, TikTok account, and YouTube for sure. And also me, it's Reset. Yeah, ciao. Ciao.